فيديو النهارده هنجاوب على اسئله المتابعين اللي اتسالت على البوست اللي انا كنت منزله على الكوميونتي، وكان في فيديو برده كنت قايل فيه ان انا هعمل فيديو اسئله. فالنهارده هجاوب على الاسئله اللي اتكتبت في الكومنتات، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون من الاسئله اللي هتتكتب على الفيديو ده. فلو عندك اي اسئله انزل اكتبها دلوقتي علشان اجاوب عليها في الفيديو الجاي. فمن غير كلام كتير انزل دلوقتي اعمل لايك، ولو مش مشترك اعمل اشتراك، وخلينا نبدا. السؤال الاول بيقول مين فيهم احسن للالعاب، البي سي ولا اللابتوب؟ يا صديقي بدون منازع البي سي او الديسكتوب افضل من اللابتوب في الالعاب، سواء من ناحيه الاداء او السعر او التجربه. ولكن الحاله الوحيده اللي ممكن يكون اللاب فيها احسن بالنسبه لك لو انت محتاج حاجه تتحرك بيها. فيما عدا ذلك البي سي افضل من كل النواحي، وكنا عملنا فيديو مقارنه ما بين اللابتوب والبي سي هسيبه لك دلوقتي يظهر عندك هنا. لو سمحت تنصحني بالسيت اب ده، رايزن 3 3200 جي مع بورده بي 450 ورامات 16. سعر التجميع اللي انت كاتبها يعتبر غالي شويه، لو انت بره مصر فهتلاقي اسعار ارخص خصوصا في المستعمل. التجميع دي هتكون كويسه كبدايه، ولكن البروسيسور ضعيف شويه، انصحك تدور على 4650 جي. فدور تاني كده وان شاء الله هتلاقي اسعار احسن من دي. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام. ايش رايك في المنتجات الالكترونيه الموجوده على موقع علي بابا؟ ماليش تجربه مع موقع علي بابا، ولكن ليا تجربه مع علي اكسبريس. علي بابا بيشتغل في الكميات، وغالبا لو انت بتسال على حاجه للبي سي فغالبا انت محتاج حاجه واحده استعمال شخصي، فعلي اكسبريس هيكون انسب لك لان موجود عليه اغلب الحاجات اللي ممكن تحتاجها، كروت، رامات، هاردات، موجود عليه كل حاجه. في حاجات كويسه كتير، بس خلي بالك لان في نصابين كتير برضه. في فيديو برضه كنت عامله بتكلم فيه ازاي تشتري من علي اكسبريس بالتفصيل عشان ما تضحكش عليك وتوصل لك الحاجه سليمه يعني، فهيظهر برضه قدامك هنا دلوقتي. هل معالجات رايزن افضل ولا انتل افضل؟ وبالنسبه للديسكتوب واللابتوب مين افضل؟ جزئيه الديسكتوب واللابتوب جاوبنا عليها في اول سؤال. بالنسبه لمعالجات رايزن وانتل فمن فتره كان شائع ان اي ام دي افضل في البرامج وانتل احسن في الالعاب، ولكن الموضوع حاليا اتغير. الجيل الجديد من انتل احسن من اي ام دي في كل حاجه تقريبا، ولكن ده ما يخليش اي ام دي خيار وحش. اي ام دي خيار كويس للتطوير على المدى البعيد، خصوصا مع منصتهم الجديده الاي ام 5. وبالنسبه للاجيال القديمه فهتلاقي حاجات كتير قوي سعرها محترم سواء في المستعمل او الجديد، خصوصا جيل 5000. لو سمحت انا محتار بين التجميعتين دول، اي 5 4570 مع كارت 1060 و8 جيجا رام، او رايزن 5 4650 مع 8 جيجا رام. تنصحني بمين فيهم؟ مع العلم في ناس بتقول لي بلاش انتل في الاجيال القديمه علشان تحديث، وهل في حل وسط؟ الاولى اللي هي الاي 5 هتكون احسن في الالعاب بشكل عام كاداء علشان الكارت ال 1060، بس فعلا التحديث شبه منعدم، اخرك اي 7 جيل رابع وبعد كده محتاج تغير البورده. انما الرايزن هيفتح لك عالم الاي ام 4، وممكن تعلي البروسيسور في اي وقت بحاجه اعلى او تركب حتى الكارت اللي انت محتاجه بعد كده. فالحل الافضل ان انت لو ناوي تطور قريب فخليك مع رايزن، لو مش ناوي خليك في الانتل. هل اللابتوب فيه كارت 4 جيجا ومعالج اي 5 من الجيل العاشر قادر على تشغيل اغلب الالعاب الحاليه، ولا محتاج لابتوب اقوى؟ الموضوع بيعتمد بشكل اساسي على كارت الشاشه اللي عندك يا صديقي. انت قلت المعالج الموجود بس ما قلتليش على الكارت. خلينا اتوقع غالبا الكارت بتاعك يا اما 1650 يا اما 1660. لو زي ما انا بقول كده هو شغال كل الالعاب الموجوده دلوقتي على اعدادات قليله عادي. لو معاك ميزانيه وحابب تطور ممكن تجيب حاجه بكارت 3060 هتحس بفرق. لو سمحت كيف نركب البي سي بالتفصيل؟ موجود عندي في القناه فيديو كامل بشرح فيه بالتفصيل ازاي تجمع البي سي بنفسك من اول خطوه لاخر خطوه. الفيديو طويل شويه ومليان معلومات وتفاصيل هتحتاجها، هيظهر دلوقتي قدامك لو مهتم تشوف. هل ينفع اجيب لابتوب بمواصفات قويه جدا واشبك عليه ماوس وكيبورد وشاشه ويصير جيمنج سيت اب زي الديسكتوب، لكن اللي هم انه لاب؟ اعطيني رايك. ممكن، وفي ناس كتير قوي بتعمل كده، خصوصا لو انت محتاج جهاز تتحرك بيه وفي نفس الوقت عايز تجربه الديسكتوب. انا عن نفسي كنت عامل كده في وقت من الاوقات والموضوع شغال وعملي، ولكن مش تاخد نفس اداء البي سي لو جبته بنفس المواصفات. فالموضوع راجع لاستخدامك وقرارك انت. ايش افضل، بي اس 5 او بي سي متطور وحديث؟ السؤال الازلي، ايه الافضل؟ البي اس منصه العاب متكامله فقط، يعني مش تقدر تعمل عليه اي حاجه تانية غير ان انت تلعب. البي سي هو جهاز متكامل بيقدر يعمل اي حاجه، لو محتاج تشتغل، تتفرج على محتوى، تتصفح الانترنت، تعمل برامج، اي حاجه انت محتاج تعملها تقدر تعملها على البي سي. غير انه لو بمواصفات عاليه فهيديك اصلا تجربه لعب احسن من البي اس. السبب الوحيد اللي يخليك تشتري بي اس من وجهه نظري ان انت محتاج تجربه لعب كويسه مع سعر معقول من غير وجع دماغ ودخول في تفاصيل البي سي. سؤالي، اشتري لابتوب دلوقتي ولا استنى كام سنه كده؟ بشكل عام الاجيال الجديده نزلت وممكن تشتري دلوقتي. لو لسه تستنى الاجيال اللي بعدها فلسه قدامك فتره حلوه. لو على الاسعار فاسعار الهاردوير بتعلى في العالم كله بشكل عام، فلو محتاج جهاز اشتريه دلوقتي. اما بقى لو انت في مصر ومحتاج جهاز ومعاك فلوسه فاشتريه بسرعه. سعر العمله عندنا متغير وممكن في اي لحظه تلاقي كل حاجه سعرها ضرب الضعف زي ما حصل قبل كده. فنصيحه مني، خلص نفسك دلوقتي.
هيقوم اوفر في صرف الطاقه او الكهرباء. هو طبعا بيسال هنا على البي سي او اللابتوب. بشكل عام اللابتوب بيسحب طاقه اقل من البي سي، يعني اعلى لابتوب في العالم ممكن تلاقيه بيستخدم مثلا ادابتور 350 واط او 400 واط، بينما البي سي المتوسط بيسحبهم في الاستخدام وانت شغال عليه. ده غير ان عندك شاشه وسبيكر وكيبورد وحاجات تانية برضه بتسحب باور، فغالبا يعني اللابتوب هيكون اوفر بالنسبه لك في صرف الطاقه. ينفع اشتري تليفون من بره عشان اوفر، ولا هتبقى هي في التكلفه؟ ولو ينفع ازاي؟ ينفع تشتري تليفون من بره عادي سواء من امازون او علي اكسبريس، او لو انت في حد نازل من بره وجاي لك فممكن تبعت معاه تليفون. بالنسبه لانه هيبقى اوفر في التكلفه ولا لا، فده محتاج تجربه. انا لحد دلوقتي ما جربتش اشتري موبايل من على علي اكسبريس، ولكن انت لو في حد جاي لك من بره وجاب لك معاه التليفون غالبا هيكون اوفر شويه من هنا. لو عايز تعرف ازاي بتشتري من على علي اكسبريس فانا في فيديو برضه هتلاقيه عندي على القناه. عاوز اجيب تجميعه بس محتار بين 12400 و13400 و13600 مع بورده زد 690، محتاج بورده وكيسه. تمام، بص انت مبدئيا كده فكك من زد 690 خالص، انت دلوقتي على حسب ميزانيتك. لو معاك تجيب 13600 فاتكل على الله، لو مش تعرف فخليك في ال 12400، بس ابعد عن 13400 ده عشان هو يعني لو زودت عليه حاجه بسيطه ممكن توصل 13600 بسهوله. عموما الاي 5 الاجيال الجديده كلها هتسد معاك في اي حاجه انت عايز تعملها. بالنسبه للكارت فانت تجميع زي دي المفروض ما تقلش عن 3060، يعني حاول تكون بدايتك ال 3060. التبريد اي كولر هوائي بتاور واحد هيشتغل معاك كويس قوي على الاي 5، مش محتاج تصرف كتير على التبريد وتجيب حاجه ليكويد كول. الراجل ده عنده كده سؤال بيقول لك الاول انا حاليا اشتريت ام في ام اي من علي اكسبريس واكتشفت بعد ما فتحته انه بايظ، فده هيرجع كده ولا خلاص؟ هو عليه حمايه 75 يوم. بالنسبه للام في ام اي فتقدر ترجعه عادي في خلال 15 يوم من ساعه ما بتستلمه، مجرد بس انت تصور فيديو وتثبت للبائع او علي اكسبريس ان انت الجهاز فيه مشكله فعلا، وساعتها هترجعه. هرجع لك فلوسك، يعني مش شرط ترجعه هناك. يعني لو طلبت مثلا 8 قطع رامات سيرفرات من علي اكسبريس هيحصل مشاكل مع الجمارك. 8 قطع مش هيحصل مشاكل، بس غالبا هتدفع عليها جمارك زياده شويه. كان في سؤال محيرني، بشوف شركات مواقع اونلاين بتبيع اكواد تفعيل اقل من سعرها الرسمي بفرق كبير. اتمنى اجابتك ما تكونش دول بيشتروا كميات فبالتالي اسعارها اقل او كده، لان اسعارنا في مصر ما حصلتش حتى 2 دولار. الاجابه زي ما انت كاتب، السيريالات دي بتبقى باقيه من شركات، وفي سيريالات بتشتغل على اكتر من جهاز فبالتالي سعرها بيكون رخيص جدا، ولكن كلها شغاله سليمه مفيش منها قلق يعني. اجيب استيراد ولا احوش واجيب تجميعه نفس المواصفات؟ اكيد تحوش وتجمع لسببين. السبب الاول انك هتقدر تطور فيها بعد كده لما تعوز، على عكس الاستيراد اللي الكمبيوتر فيها بيكون محدود قوي وغالبا بتحتاج تغير البورده او الكيسه كلها. السبب الثاني ان الاستيراد غالبا بيكون مهلوك شغل وبيكون عمره الافتراضي خلص اصلا ومبعوث هنا، هو بيبقى مرمي في الزباله بس بيبيعوه عندنا احنا هنا. بينما الاستعمال الشخصي او الجديد طبعا هيكون حالته احسن بكتير. اغير السيرمال بيست كل قد ايه؟ وبرضه انضف الجهاز امتى من الاتربه خاصه ان في السعوديه ومناخ صحراوي؟ السيرمال بيست ملوش ميعاد معين تغير فيه كل فتره، انت بتحتاج تغيره بس في حاله ان الحراره ابتدت تعلى. وعموما اي نوع كويس بيطول فتره على ما يبدا ينشف ومش بتحتاج تغيره اصلا، يعني ممكن يبدا ينشف مثلا بعد 3 سنين مثلا. بالنسبه للتراب فنفس الموضوع، بس مشكله التراب ان هو ممكن مع الرطوبه يعمل طينه ويبوظ لك حبه حاجات في الجهاز، ده غير ان شكله بيكون وحش، فيستحسن تنفخه نفخه محترمه كده بالبلاور كل 3 شهور مثلا. الراجل ده باختصار بيقول ان هو جه يغير المعجون الحراري بتاع اللاب بتاعه ونسى يفصل البطاريه، وهو شغال حصلت قفله تقريبا في البورده والجهاز ما رضاش يقوم، واداه لكذا حد والجهاز اشتغل بس بيثبت على العلامه بتاعت اتش بي وهو بيشتغل ومش راضي يفتح. ضروري جدا اي حد هيعمل اي نوع من انواع الصيانه او تغيير اي حاجه في اللاب ان هو يفصل البطاريه قبل ما يبدا شغل. مره وانا شغال كنت بنضف جهاز وجاي افك الهيت سينك عشان اغير المعجون والجهاز عمل مني شراره وانا بحط المفك فيه. ساعتها انا قلت البورده كده خلاص مع السلامه، ولكن الحمد لله ربنا ستر والجهاز اشتغل تاني. الجهاز بتاعي غالبا ممكن تكون في حاجه ضربت فيه والفني غيرها له، فهو كده هيكون محتاج شحن بايوس تاني غالبا. روح برده لحد متخصص في الصيانه هتلاقيه عارف اكتر مني. الرايزن 5 5500 احسن ولا الاي 3 12100 بالنسبه للالعاب وكل حاجه؟ وهل كويسين مع ال 6600 ومش هيعملوا عنق زجاجي؟ جيمنج خد الاي 3. لو هتشتغل على الجهاز فعدد الكورز الاعلى هيفرق برضه، ولكن ده بيعتمد على البرنامج اللي انت هتشتغل عليه. انا لو مكانك هاخد ال 5500 لان انا ببقى مطمن. عموما انا بستخدم جهاز فيه بروسيسور 6 كور حتى لو جيل قديم شويه، ولكن دي مش قاعده يعني. مع الار اكس 6600 فالاثنين هيبقوا كويسين قوي. هل هيكون في فرق كبير بين ال 60 وال 144 هرتز؟ هيكون ملحوظ بالعين لان شاشتي اتكسرت وهجيب واحده 60 هرتز. طبعا هيكون ملحوظ جدا وهتتزود فتره على ما تتعود عليه. ال 120 هرتز بقى الستاندرد دلوقتي، واي حاجه اقل من كده هتحس بيها خصوصا لو انت بتلعب على الجهاز. هو ازاي في العاب ممكن تشتغل 700 او 1000 فريم مع ان مفيش شاشات بتدعم 500 فريم اصلا؟ حلو السؤال ده. ببساطه لان القطعه اللي في جهازك قادره تولد عدد الفريمات ده، ولكن الشاشه هي اللي مش قادره تعرضه. ده كان بيحصل من زمان من ايام الشاشات ال 60 هرتز. بس انت لو ضغطت على الجهاز مثلا وشغلت الالعاب دي على 4K وخليته يجيب اخره، فهتلاقي الجهاز اللي بيطلع 600 و700 فريم ده بيطلع على 4K مثلا 100 فريم بالكتير، فساعتها تقدر تستفيد بالتردد ده. كده نكون خلصنا الاسئله اللي انا قدرت اجمعها من الاسئله بتاعتكم. زي ما قلت لك الفيديو الجاي هيكون من الاسئله اللي مكتوبه على الفيديو ده، فلو عندك اي سؤال انزل اكتبه لي دلوقتي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك.
كان معاكم يوسف، اشوف الشوك على خير، مع السلامه.